اهلا بيكم في فيديو جديد من زون 14. يعني يمكن بقالنا كتير ما بنعملش فيديوهات وما بنتكلمش في الكوره. يعني النهارده هنعمل حلقه كده خاصه عن الاهلي وبالاخص مارسيل كولر المدرب الجديد للاهلي اللي بقاله تقريبا داخل في شهرين ماسك الفريق. هنتكلم عن ملامح شكل الاهلي معاه، عن طريقه ادارته للماتشات، عن شخصيته، عن ماتش الاهلي اللي اتلعبت الفتره الاخيره يعني لحد ماتش الداخليه النهارده. من المدربين المحظوظين اللي جم ماسك الاهلي لسبب ان هو قدر ان هو يعمل فتره اعداد قبل بدايه الموسم. يمكن افتكر ان اخر مدرب قدر يعمل فتره اعداد كان حسام البدري. يعني اعتقد دي كانت اخر فتره اعداد لها، يعني بجد الاهلي قدر يعملها. فانت جاي في فتره قدرت انك انت تعمل فتره اعداد 3 اسابيع او شهر. اللعيبه بتاعتك الاساسيه كانت مريحه بقالها شهر او شهر ونص، فدي كانت مخليه اللعيبه راجعه فريش. اللعيبه كانت مصابه عندك بدات ترجع. يمكن طبعا اكرم توفيق من اهم اللعيبه اللي ممكن تعتبرها ان هي رجعت ترمي الاصابه، ان هو طبعا بيفرق كتير جدا في المنظومه الدفاعيه، في المنظومه الهجوميه للاهلي. يمكن بنشوف طبعا شكل الاهلي بيبقى عامل ازاي باكرم او ومن غير اكرم. فكل ده في البدايه هو كان مدرب محظوظ، كان مدرب محظوظ ان هو كل ال- الحاجات دي تبقى متوفره مع بالذات في الاهلي. يعني كل الحاجات دي متوفره بالذات في الاهلي. يعني في الاهلي بدأ الموسم بماتش قوي جدا قدام الاتحاد المنستيري في بطولة افريقيا، وكان اول ماتش في تونس، فكان طبعا ماتش صعب جدا. كان الاهلي عمل ماتش كبير جدا قدام فريق كويس، قدام فريق منافس في تونس. قدر ان هو يكسبه هناك واحد، وكان يقدر يكسب اثنين وثلاثة واربعة. يعني بعيدا عن المكسب، انت كنت تشوف طريقة الاهلي في الماتش. الاهلي كان تحس ان الاهلي رجع، يعني رجع بشخصيته تاني، شخصية الفريق اللي هو شخصية الاهلي اللي أنا بضغط على اللي قدامي، بضغط بطول الملعب، ببقى عايز يعني اوصل للجول كتير، بضيع، ببقى عايز اجيب جول واثنين وثلاثة. يمكن ده اللي الاهلي كان يعني كان مفتقده الفترة اللي فاتت. يعني يمكن حتى الفترة الأخيرة الموسيماني كانت بالشكل ده، كنت أنت مفتقد شخصية الأهلي دي. يعني طبعا وفي فترة سواريش كنا طبعا كلنا فاكرين الأداء كان عامل إزاي. بدأ الموسم بشكل قوي قدام الاتحاد المنستيري، قدر يكسب هناك 1-0. رجع هنا كمل بنفس الأداء وبأداء أقوى كمان، قدر إن هو يكسب 3-0. فأنت بتتكلم إن هو راجل بادئ بداية قوية، بيقول للناس لا أنا جاي أعمل حاجة، أنا جاي أطبق أفكاري، جاي أغير شخصية الفريق أو أرجع شخصية الفريق تاني للشخصية اللي هو متعود عليها. طبعا بدأ برضه بداية الدوري كانت بداية قوية تتعود. يعني أول ماتش لعبه قدام الإسماعيلي. الإسماعيلي طبعا يعني تقريبا من أكتر الفرق اللي عمل صفقات الموسم ده، يعني صفقات أسماء كويسة. يمكن جمهوره كان يعني بيحلم إن هو السنة دي ينافس على الدوري أو ينافس على المربع الذهبي، إنك أنت تقدر تشارك في بطولة أفريقية السنة الجاية. كل ده يمكن خلى الماتش صعب قدام الإسماعيلي طبعا. رغم كده قدر إن هو يكسب، ويعني هو كسب 1-0. وكان سهل جدا ان هو يكسب 3 و4، يعني لولا رجعونا في تضييع الفرص، لولا يعني تألق حارس الإسماعيلي في الماتش ده، كان فعلا النتيجة ممكن تطلع بأكتر. يمكن لاعب أسوان كان أقل ماتش يمكن الأهلي مع كولر في الماتشات اللي لعبها الستة اللي هو لعبها لحد دلوقتي. يمكن لو بصينا برضه بشكل عام كده هنلاقي إن يعني ميزة إن كولر برضه بدأ فترة إعداد، إن هو يعني شبه استقر على ال 11 لعيب اللي هو ممكن يبدأ بيهم في أي ماتش. يعني أنت لو بصيت من بداية الموسم أنت هتلاقي إن هو على طول مثبت الشناوي، قدامه متولي وعبد المنعم، يمين أكرم، شمال علي معلول، في النص اتنين ديانج وحمدي فتحي، قدامهم ثلاثة طاهر وبرونو سافيو وعبد القادر، وقدام المهاجم اللي في الأغلب هيبقى شادي حسين، وفي أوقات بيبدأ بمحمد شريف. فهو الراجل قدر يعني في خلال الشهر او ال3 اسابيع ان هو يقدر يحدد التشكيل الاساسي او ال11 لعيب اللي هو ممكن يعتمد عليهم. ممكن يختلف في لعيب او اتنين، بس هو وقف بشكل كبير على القوام الاساسي للفرقه. فدي طبعا من اهم المميزات اللي طلع منها من فتره الاعداد. ويمكن برضه شفنا ان هو قدر فعلا يختار الافراد اللي هي تقدر تنفذ طريقه لعبه. ان هو راجل بيعتمد على ان هو يطلع بالكره يعني بيطلع بالكره من ورا، ما بيلعبش كره طوليه، بيلعب كره على الارض، بتضغط من قدام. فالكرة على الأرض اللي أنت بتلعبها دي أنت محتاج يكون المدافعين بتوعك بيعرفوا يطلعوا بالكرة صح. وده مفيش أنسب في الأهلي من متولي بن عبد المنعم. يمكن احنا شفنا الشراكة بتاعتهم لحد دلوقتي ناجحة جدا معاك، وأكرم وعلي معلول. فأنت بقى عندك صلابة دفاعية وعندك لعيبة بتقدر تطلع بالكرة من تحت. ضيف على كده إنك أنت قدام يمكن هتلاقي أكتر لعيب مميز في يعني في الخمس أو ست، يعني الخمس ماتشات اللي بتلعبه أو 6 ماتشات، هو هتلاقيه طاهر. إن هو أكتر لعيب تقريبا في الخط اللي قدام عنده مجهود بدني.
ممكن كورته قليله شويه بس هو عنده مجهود بدني كبير، فده اللي بيساعده في عمليه الضغط من قدام. انت بتلاقي الاهلي من اول دقيقه بيضغط من قدام على الفرقه اللي قدامه، ضغط ضغط ضغط، لازم هغلطك، هتغلط هتغلط. فدي من اهم الحاجات اللي هو يعني الاسلوب كولر بيعتمد عليها، بيعتمد على الكوره بتطلع من الدفاع للهجوم باقل عدد لمسات بوصل للجول، كلها على الارض. الكوره بتقطع مني، اول ما تقطع مني برجع الكوره بسرعه، ان انا بضغط من قدام، ما بديش فرصه للفريق التاني ان هو يعمل عليا هجمه او ان هو يحاول يبني هجمه ويضغطني. انا بضغط على طول من قدام، بضغط على طول من قدام. طبعا مفيش فريق بيكمل 90 دقيقه بنفس الريتم، يعني صعب انك انت تلاقي فريق 90 دقيقه ضغط عالي ضغط عالي. مفيش الا كان برشلونه مع جوارديولا هو اللي كان بيعملها، يعني تقريبا ما شفتش فريق بيعمل الضغط العالي في 90 دقيقه بشكل متواصل. مفيش فرقه تقدر تكمل كده، بس بيبقى ده معظم ده الماتش انت بتلعب ضغط عالي على الفرقه اللي قدامك. او ماتش اللي كان بعد اسوان، اللي هو كان بقول لكم ان هو كان تقريبا اقل ماتش الكولر مع الاهلي، وده كان ليه اسباب كتير، انك انت كان بعدها بكام يوم عندك ماتش الزمالك في السوبر. لو بصينا لتصريحاته يعني قبل ماتش الزمالك، الناس بتساله عن ماتش الزمالك، قال لهم انا من ساعه لما جيت مصر والناس بتكلمنا عن ماتش الزمالك والسوبر وان احنا لازم نكسب. يعني ماتش الزمالك هو قدام منافس كبير ومنافس قوي، بس هو زيه زي اي ماتش بالنسبه لنا. احنا بندخل كل ماتش مركزين 100%، عايزين، احنا عارفين عايزين ايه من الماتش، عايزين نقدم كوره كويسه وبنكسب. فده اللي احنا عايزينه ايا كان المنافس بتاعنا. فواضح ان هو راجل يعني مركز في كل ماتش لوحده، بيدي كل ماتش حقه. انا هقدم الماتش ده تركيز 100%، خلاص انا مش هفكر في الماتش اللي جاي الا لما اخلص الماتش ده. كده في ماتش السوبر قدام فيريرا، ماتش كبير جدا قدام فيريرا. يعني انت بتتكلم ان فيريرا مدرب كبير جدا، مدرب عظيم. لما تشوف ان كولر في الفتره القليله دي قدر ان هو يقرا طريقه لعب فيريرا، وقدر ان هو يوقف له مفاتيح لعبه، قدر ان هو يعني يخليه هو اللي يبقى معاه الكوره. يمكن فيريرا على طول بيعتمد ان بالذات في ماتشات الاهلي، يمكن ظهرت في ماتش نهائي الكاس وماتش 2-2 في الدوري في الدور الثاني السنه اللي فاتت، ان فيريرا بيسيب الكوره للاهلي، بيسيب الكوره ايه، وهضغطك من قدام فهغلطك فهخلق لك مشاكل. يمكن دي كانت طريقه فيريرا على طول. يمكن كولر كان ذكي جدا، يعني كولر من كل ماتشاته اللي لعبها هو راجل بيحب الاستحواذ، بيحب الكوره تبقى معايا، بيحب النقلات، بحب ان انا اخلق فرص على طول وضغط الفرقه اللي قدامي. لا، ماتش الزمالك ما عملش كده، وماتش الزمالك ساب الكوره للزمالك، هو اللي بيضغطك من قدام عشان يغلطك. يعني يمكن هو عمل كده وظهرت في كرة الجول الأول. كرة الجول الأول هو باص من زكريا الوردي غلط، بس ده بسبب الضغط. يعني أنا لو مش مدي التعليمات للعيبة بتاعتي إن أنا أضغط من قدام، ما كان سهل الكرة دي محدش يجري عليها من الأهلي. فأنت الضغط هو اللي خلاك إنك أنت يعني تجيب جول وتستغل غلطات الفريق اللي قدامك. فهو كان ذكي جدا في التعامل ده، في ان هو يسيب الكرة للزمالك، والزمالك يمكن والكرة معاه ما بيبقاش خطر قوي قد ما الكرة مش معاه. يمكن الزمالك زي ما قلنا بيعتمد على ان انا بضغط الفرقة اللي قدامي، بضغط لا اخليها تغلط. ماتشات الزمالك قدام الفرق الكبيرة وكمان في فرق قدام فرق صغيرة كان بيعتمد على الاسلوب ده، ان انا بسيب الكرة للفريق اللي قدامي، هخليه لحد ما هو يعني هيغلط او في باص هيحصل غلط، هضغطه من قدام فهستغل ده واجيب جول وافتح الماتش خالص وارجع تاني للدفاع والعب على الهجمة المرتدة. يمكن السيناريو ده ما تمش، لان كولر فعلا كان فاهم ده قوي. يعني كان فاهم ان انا مش هينفع ان انا اخلي الكوره معايا زي ما انا متعود. فدي طبعا دي نقطه تحسب له جدا، ان هو واحد يعني قدر يقرا الاسلوب ده، قدر يقرا الطريقه دي. يمكن شفنا ان فريرا فعلا كان عاجز، يمكن فريرا في الماتش عمل كميه غلطات رهيبه، اذا كان هو بسبب ان هو اتوتر ان لقى او يعني لقى المدرب اللي قدامه فاهم طريقه لعبه او سايب له الكوره، وان انا اللي بلعب بالطريقه اللي انت كنت حابب انك تلعب بيها. ما اعرفش اذا كان هو ان هو عمل كميه غلطات في الماتش ده الصراحه، يعني ممكن ما غلطهاش في حاجه. على سواريش اول ما جه الاهلي، يمكن قلنا يمكن النقطه اللي هتبقى فاصله في مشوار سواريش ان هو جه في وقت عنده ماتش قدام بيراميدز وماتش قدام الزمالك. يعني وايا كان المدرب ده كويس او وحش، انت في البدايه لو انت ما قدرتش تكسب رصيد عند الجمهور بالماتشات الكبيره، انت الجمهور مش هيقف في صفك. يعني يمكن هو كان مظلوم او معذور ان هو جه في وقت يعني اللعيبه مجهده، لعيبه مصابه، بتلعب تقريبا بالصف الثاني والناشئين، وبتلعب ماتشات قدام الزمالك قدام بيراميدز في ماتشات جماهيريه ماتشات كبيره، فانت لما بتخسر بتاثر على رصيدك عند الجمهور طبعا. فكولر كان يعني كان من حظه ان هو قدر يكسب اول ماتش قدام زمالك وببطوله. فدي طبعا بتدي رصيد كبير قوي، بتدي ثقه ليه هو وثقه للعيبه اللي معاه وثقه للجماهير فيه، بتفرق معاك. يعني بتفرق معاك
كبدايه كمان، كبدايه انك انت بتنقل للجمهور لا انا مدرب صاحب شخصيه جاي انفذ حاجه، جاي يعني انا عارف اهدافي ايه، عارف ان انا محتاج ايه، عارف النادي ده اهدافه ايه وعايز ايه. فانا جاي بشتغل على ده، بشتغل ان انا ارجع شخصيه النادي، بشتغل ان انا احقق اهداف وبطولات النادي. فدي كلها حاجات تحسب للراجل طبعا ان هو في خلال شهرين قدر ينقل الفكر ده كله. وده بنشوفه يعني كل ماتش احنا بنلاقي ان الحاجات اللي بتتعمل في الماتش بتتكرر في الماتش اللي بعدها وبيتضاف عليها حاجات جديده. فدي حاجه طبعا تحسب له جدا. وتصريحاته الهاديه جدا، ان هو راجل ما بيحبش الافوره. يعني تلاقيه بعد كل ماتش يقول لك انا عندي احنا كسبنا بس ده مش ده الاداء اللي انا عايزه، مش دي الطريقه اللي انا عايز اوصل لها، مش ده الاداء اللي انا كنت متخيل ان انا ده اقصى حاجه عندي، لا لسه في احسن من كده، لسه عندي مشكله في الدفاع، لسه عندي مشكله في انهاء الهجمات. فانت تلاقي الراجل على طول بيتكلم ان هو في مشاكل، هو شايف فعلا المشاكل فين وعايز يعالج، وعايز يعالجها وعارف هيعالجها ازاي. فدي طبعا من الحاجات اللي بتقول لك ان انت قدام مدرب كبير، مدرب اتوقع له ان شاء الله ان هو هيبقى يعني هيحقق نجاحات كبيره مع الاهلي. يعني لو استمر فتره في النادي سنتين ثلاثه اتوقع هيعمل نجاحات كويسه جدا. طبعا النهارده كان يعني او اخر ماتش لعبه اللي هو كان ماتش الداخليه، يمكن قدر يكسب 4-1، يعني نتيجه كبيره. الماتش كان ممكن يطلع يعني بسكور اكتر من كده بكتير، يعني لولا طبعا الرعونه بتاعت اللعيبه في ان هم يخلصوا الفرص اللي بتجيلهم. يعني يمكن النهارده يعني انت لو بصيت النهارده الاهلي بيلعب تقريبا من غير 5 لعيبه يعني من القوام الاساسي اللي هو بدأ بيه الموسم. يعني انت بتتكلم على عبد المنعم، على معلول، على ديانج، على طاهر، على احمد عبد القادر. ف5 لعيبه من اللعيبه الاساسيه اللي هو بيعتمد عليها من بدايه الموسم مش موجودين النهارده. رغم كده انت شفت نفس اسلوب اللعب، نفس الطريقه اللي بدأ بيها الموسم هي بتتكرر بالنص. هي التدرج بالكره من ورا، هو الضغط من قدام، هو استغلال غلطات المنافس، هو خلق الفرص يعني بكل الطرق الممكنه وبأقل عدد لمسات للكرة وبأقل عدد باصات. فانت بتتكلم ان يعني ان هي نفس الطريقه بس مع اختلاف الافراد. فده بيقول لك ان المدرب لا عنده اسلوب، عنده طريقه عايز يوصلها للعيبه ايا كان من اللعيب اللي موجود، فهو هينفذ الطريقه دي. فدي طبعا دي حاجه يعني حاجه تحسب له ان هو في الفتره القليله دي قدر يوصل للعيبه ان ده الاسلوب اللي انا بلعب بيه، ايا كان مين اللي بيلعب انت هتلعب بالشكل ده، تلعب بالطريقه دي اللي انا ده فكري اللي انا هطبقه. وطبعا يعني يمكن برضه ليه تريكات كده، يعني مثلا زي نتكلم على مثلا زي ما قلنا كريم فؤاد. يعني كريم فؤاد احنا شفنا يعني اللعيب من الموسم اللي فات ان هو خلاص الناس بتتكلم ان هو صفقه فاشله وصفقه مش هيعمل حاجه، وما لعبش ماتشين على بعض، فيتحول السنه دي ان هو في اخر ماتشين ثلاثه ان هو يبقى جناح وجناح هداف كمان. فطبعا يعني تحسب للراجل انك انت واخد قرار زي ده، وانت شايف ان اللعيب ده فعلا ينفع في المركز ده، وانت بتقدر توظف امكانياته صح يعني في المكان ده. ان الراجل بيلعب باك يمين انت جبته جناح وخليته هداف وصانع العاب. فدي طبعا حاجة تحسب له في المدة القليلة دي. يعني بنتكلم يا جماعة يعني في 50 يوم، يعني ما كملناش شهرين. فالراجل إن هو يقدر ينقل الحاجات دي وياخد باله من الحاجات دي، دي بتقول لك إن الراجل عنده نظرة، عنده تعطش. يعني الراجل بقاله فترة بعيد عن التدريب اللي كان لظروف تعبه. فأنت بتتكلم إن الراجل راجع عايز يعني عنده حافز كبير إن هو يحقق حاجة. فده توقعي إن شاء الله إن هو لو فعلا كمل فترة أتوقع إن هو يعمل تاريخ كويس جدا مع النادي. يعني يمكن ده كان يعني بشكل سريع كده عن الفترة اللي فاتت عن الأهلي وكولر والطريقة والماتشات اللي لعبها. يعني إن شاء الله أتمنى إن هو يحسن أداء أكتر وأكتر، يقف على المشاكل زي ما هو بيطلع يحددها كده وعارف المشاكل فين. كمان هو يعني يقدر يعالج المشاكل اللي موجودة، يقدر يعني يقوي الهجوم أو يحسن من معدل إهدار الفرص اللي موجود في الأهلي. إن الأهلي بيوصل كتير جدا بس يعني بيضيع كتير قوي. فأتمنى إن هو يعالج ده، أتمنى إن هو الأداء يتطور. يعني وإن شاء الله لسه عندنا بطولة أفريقيا، عندنا دوري، عندنا كاس، فعندنا بطولات كتيرة السنة دي. فإن شاء الله أتمنى إن هو يحققها كلها طبعا، وإن الأداء يبقى أحسن من كده كل ماتش أكتر من اللي قبله. يعني دي كانت حلقة سريعة كده عن الأهلي وعن كولر. إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية.